Hi. 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 Oh, hi. Hi. Well, bye. الحب. للأسف الحب ليه صورة محبطة جدا عند الناس، مع إنه ممكن يكون العامل الأساسي لاستمرار الحياة على الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده. كلمة زي بحبك أو بحبك تبدو بالنسبة لي لطيفة ومعبرة، لكن الصورة النهائية اللي وصلنا بيها محبطة ومخيبة للآمال وتقليدية وقديمة وجافة جدا. كلمة بحب مختلفة جدا عن كلمة بحبك، لأن الكاف اللي في الآخر دي بتزود من حدة الكلمة وأهميتها. أما عن استخدام كلمة بحبك في البيوت العربية فهو محدود جدا. الكلمة تبدو صعبة جدا وتقيلة على القلب، وكتير من الآباء والأمهات مش بيقولوها لأولادهم لأن في وسائل تانية للتعبير، وده للأسف غلط. لو حطينا كلمة بحبك على سكيل من 1 ل10، حيث 1 تعني إني لا أنصح باستخدامها تماما، و10 معناها إنك تقول الكلمة دي كل يوم وكل ساعة للناس اللي حواليك، فكلمة بحبك هتاخد 6/10. وبعيدا عن الحب اللذج الكليشيه اللي بنشوفه في أغلب الأفلام اللي بيصيب بالقشعريرة، في نوع تاني أصدق بكتير، وده موضوعنا النهاردة مع فيلمين هم الأجمل في مناقشة النوع ده. فيلم In the Mood for Love وفيلم A Short Film About Love. بيبدأ فيلم المخرج وونج كار واي على كلمات إنها دقائق قليلة لقد أبقت رأسها منخفضة لتعطيه الفرصة يقترب أكثر، لكنه لم يستطع، كان ينقصه شجاعة، استدارت وذهبت بعيدا. بنعرف من هنا إننا قدام معالجة عظيمة لشخصيتين بتعيش حالة متكونة مش في مرحلة التكوين، تجمع بينهم صدفة وقدر مرسوم بدقة. بتدور أحداث القصة في هونج كونج عام 1962، واللي ممكن تبان للوهلة الأولى إنها قصة رومانسية عادية جدا ومكررة، لكن لا، الواقع والأحاسيس مختلفة جدا. للقدر والصدفة دور كبير جدا داخل الأحداث. في عندنا قصة حب داخل قصة حب، ولكن القصة الأولى همش المخرج أصلا، لكن لابد من إنها تحصل. كان من المستحيل إن قصة الحب التانية تحصل لولا حدوث القصة الأولى. تشان متزوجة وبتشتغل سكرتيرة، وتشاو برضه متزوج وبيشتغل صحفي، والاتنين بينتقلوا لمكان سكن جديد جنب بعض. السبب اللي خلاهم ينتقلوا مجهول، مش مهم، زي برضو انه مش مهم نشوف زوج تشان مثلا، هو شخص مجهول الهوية، بنشوفه مرة واحدة ولكن من الخلف، وبرضو ما بنشوفش زوجة تشاو في اي مشاهد الفيلم. الفيلم بيعتمد على سردية هادية جدا، لكن الملامح والتصرفات بتؤكد ان الحب بينهم جاي وبالتأكيد هيحصل، ولكن في جواهم شيء مستخبي، شيء مش مخليهم عارفين يستمروا، شيء مختلط بالغضب والحزن. غضب مش من الخيانة، غضب من الملل والروتين الحياتي الرتيب. تشان بتعيط من غير سبب في بعض الأوقات. نقدر نقول إن اللي خلق قصة الحب دي هي الخيانة، خيانة أزواجهم، فبتنشأ قصة حب متحفظة. كل واحد فيهم جواه كتلة أخلاقية بترفض إنهم يكونوا زيهم، لكن نفسهم جدا. بتتلاقى نظرات على نفس الخلفية الموسيقية وفي نفس المكان اللي بيمشوا فيه، وبيقربوا من بعض عند التقاطع، والحب ظهر عليهم جدا، ولكن ده مش بيودي لحاجة سوى الكبت المزيد من العواطف الرومانسية. قصة حب مختصرة جدا بتعتمد على عنصر واحد مكانها وزمانها والمشاعر والعواطف والمطر. المطر بيتحسر على قصة حب عادلة كان ممكن تحصل، ولكنها بترفض المنطقية وبترفض مكان التواجد والانطلاق. كان في بروفا بين الاتنين لمواجهة الموقف. هي بتحاول تواجه، بتحاول انها تدرك حياة مش هتعيشها ولا هتقدر توصل ليها، وبتستعين بشخص تايه في نفس الطريق، فازاي هتوصل لحياة انتهت قبل ما تبدأ. كان في لقطة من ورا شباك حديدي شبه القضبان لما طلب منها انها تفضل معاه. بلاقي الصورة بتعبر كأنهم في سجن محبوس فيه شخصياتنا، سجن الحب. جو الفيلم مليان أحاسيس ومشاعر، وفي الاجتماعات دايما بينهم بيجي لنا في الخلفية أغنية كيساس أو برهابس أو ربما اللي مش بتخرج من تفكيرهم، ربما اللي مش بتتحول أبدا لنعم. ينفع نكمل في العلاقة دي. الحب في أفلام وونج كار واي مش الحب المتولد من المشاعر والأحاسيس والأوقات الجميلة. الحب المتولد في أفلامه بيكون من الألم، من مشاكلنا. الحب بيكون ناتج عن الخبرات والصدمات اللي بنعرفها وبنلاقيها في حياتنا. الحب اللي بيتولد من الحاجات دي بيكون حب أرقى من كل شيء، بيكون حب فيه العقل والقلب واحد، مش بيفوز فيه حد على التاني. فيلم In the Mood for Love عن الحب الصحيح في الوقت الغلط، والانتقام اللي بنفكر بيه لانتزاع الحق فبنلاقيه باطل.
اتكلمت قبل كده عن المخرج كريستوف كشلوفسكي وبالخاص عن ثلاثية الألوان موجودين هنا على القناة، تقدر تاخد جولة. وحبيت اتكلم النهاردة عن فيلم الشورت فيلم About Love. من بداية الفيلم واحنا فاهمين طبيعة العلاقة بينهم ايه، علاقة حب من طرف واحد زي ما هو واضح في المشاهد اللي كانت ماجدة فيها بتشوف توميك ومش بتديله اي اهتمام، ومع مرور الوقت بنشوف توميك بيراقب ماجدة، وبعد سنة من الحب المدمر للذات والتلصص من خلال تلسكوب مسروق بيشوف منه حياة ماجدة، قرر توميك مواجهة هوسه وبيعترف بحبه لماجدة. ماجدة افتكرت ان رغبة شاب زي توميك في العمر الصغير ده هي رغبة شهوانية بحتة، وبالفعل بتسأله ايه اللي انت عايزه من الحب ده؟ هل قبلة مثلا او نوم او سفر؟ واجابته كانت لا. فده بيفسر ان هي مش قادرة تستوعب حب توميك ليها، وان شعوره ده مش ناتج عن رغبة شهوانية زي ما هي فاكرة، هو بس بيحبها، وكأن الشيء الوحيد اللي هو عايزه انها تعرف ده. ولما كانوا مع بعض في بيتها حاولت تقرب منه لكنه رفض لانه مش عايز ده. مفهوم الحب عندها عكس مفهوم الحب عند توميك، وان اهتمامه وشعوره ده ناتج عن حب صادق فعلا. ولما حاولت تمارس قوتها عليه افسدت نظرة توميك ليها وفكرته اللي خلقها لنفسه عن الحب. ماجدة كشفت توميك لنفسه وده اللي خلاه يحاول ينتحر. فمن اللحظة دي هي عرفت معنى الحب الحقيقي وفضلت تسأل على توميك ومهتمة بوجوده جدا. اتحول شعورها الداخلي من الخوف وتوتر وندم على فهم شعوره أخيرا. في آخر مشهد بنشوفها بتروح لبيته وبتبص على شقتها من التلسكوب اللي في أوضة توميك، وبيرجع المخرج كريستوف كشلوفسكي يعرض لنا مشهد ظهر قبل كده وهي بتعيط بسبب إنه دجاجة اللبن اتدلقت. فقدان الحب هو فقدان معنوي لشعور معين بيتم التعبير عنه بزجاجة اللبن لما تقع فبتبدأ تعيط. الإنسان في الحالة الطبيعية مش بيهتم بالحاجات الصغيرة دي، ولكن لما بيكون هش وضعيف الحاجات دي بتدمره، بتبقى زي انعكاس للي جواه من ألم وحزن. وبالتالي لما زجاجة اللبن بتقع اللحظة دي بتكون انعكاس لما فقدته من حب ومشاعر ما بقتش موجودة. في اللحظة دي ماجدة بتبدأ تعيط لأنها أخيرا فهمت علتها. ولكن المشهد هنا بيتغير لما يدخل توميك عليها ويواسيها ويحاول يطمنها عكس اللي شفناه قبل كده، فبتبتسم وتفهم انها كانت فعلا عايزة النوع ده من الحب، النوع ده من الاحتواء. شفنا في عينيها دموع كأنها بتبكي على كل اللي فات وبأن عمرها ما شافت حد قدر يوصل لها الشعور ده من الحب. بيقدم لنا كشلوفسكي درس بليغ في كيفية الحب والمحافظة عليه قبل ما يفوت الأوان. بيقدم لنا نقد بالغ الرقة للتضييق على مفهوم الحب اللي بيشوفه المجتمع المادي على انه علاقة شهوانية وبس. حتى الغرب بقى يسموا العلاقة دي ممارسة الحب، وبكده يكون اتحول الحب بكل ما يحمله من معاني واحاسيس ومشاعر الى مجرد علاقة بتنتهي بالرغبة الشهوانية دي. وبكده اكون وصلت للنهاية. لو انت وصلت للحظة دي من الفيديو فشكرا. وانا بعمل الحلقة مقلق اصلا لان الشعور الناتج عن الكلام عن الحب هو شعور ملذذ قوي، وانا حاولت ما اوصلكش الشعور ده، فلو وصلك انا اسف. سلام.